وصلت انا دلوقتي محطة القطر ومستنين القطر. اكبر شبكة مترو في العالم. انا بصور دلوقتي يا جماعة في عز البرد، حقيقي مش عارف امسك التليفون بايدي. اهلا بيكم جميعا من عاصمة اكبر دولة في العالم، من العاصمة الروسية موسكو. وتحديدا يا جماعة أنا واقف دلوقتي في قلب العاصمة في الساحة الحمراء عند الكريملين. ولك أن تتخيل يا عزيزي المشاهد إن المكان الجميل اللي احنا شايفينه ده في البداية كان مكان للعشوائيات يسكنه بعض الفقراء والمساكين، وكان عبارة عن ربع تجاري، بيوت معمولة من الخشب كان سهل إن هي تتحرق بسرعة، لحد ما وصلنا إلى إيفان الرهيب، إيفان العظيم، إيفان الفظيع الله يبارك له في القرن ال15، وأمر بإزالة العشوائيات دي وإن يقوم بالبناء بدل منها الساحة الحمراء. ده المكان اللي احنا نقدر نقول عليه يا جماعة إنه مكان ابتدى من الصفر وربنا كرمه لحد ما يوصل يكون إن هو المكان الأساسي ورمز من رموز روسيا. وأحب أنتهز الموضوع وأقول لك يا صديقي، لو أنت عندك هدف أو بتاخد خطوة مهمة في حياتك، خلي عندك إيمان وافتكر الساحة الحمراء ابتدت شوية عشوائيات ووصلت لحد إيه. وطالما يا عزيزي جبنا سيرة الصفر، فتعالوا نبتدي الرحلة بتاعتنا من بداية مدينة موسكو، من نقطة البداية، من نقطة الصفر اللي أنا هوريها لكم دلوقتي. من النقطة دي يا جماعة تبتدي مدينة موسكو. وفي أسطورة بتقول إن أنت لما بتقف في المكان ده وبترمي عملة، ولو العملة نزلت جوه المربع ده الأمنية بتاعتك بتتحقق. والراجل اللي احنا شايفينه ماسك عصايه ده يا جماعه، بعد ما الناس بترمي العمله بيجي ياخد العملات ويلمها ويحطها في جيبه. خلينا احنا نسيب الناس اللي بتتمنى الامنيات دي ونكمل الرحله بتاعتنا. في حاجات كتيره جميله مستنيانا جوه، عايز افرجكم عليها يا جماعه. المكان الاحمر الجميل اللي ورايا ده يا جماعه ده الكريملين، والكريملين معناه القلعه او الحصن. هنا يا جماعه يعيش الرئيس فلاديمير بوتين. داخل الكريملين ده يوجد برضو مجموعه من الكنائس الجميله اللي اتحولت وبقت متاحف. وهنا سأصمت طويلا من قدام هذه التحفة المعمارية الجميلة، من قدام كاتدرائية القديس باسيلي يا جماعة، اللي هي تعتبر رمز من رموز روسيا. انت لو جربت تكتب في محرك البحث جوجل كلمة روسيا، اول صورة هتجيلك هي صورة الكاتدرائية دي. ولو انت جيت هنا وما تصورتش قدام الكاتدرائية دي حوالي 10-20 صورة، فيعتبر ان انت يا صديقي ما جيتش روسيا ولا حتى خدت الفيزا بتاعتها. في اسطورة بتقول يا جماعة ان ايفان الرهيب قام بخلع عينين المهندس اللي عمل الكنيسة او التحفة المعمارية دي عشان ما يقدرش يبني اي كنيسة او اي حاجة تاني. لكن الكلام ده ليس له اي اساس من الصحة، لان لقينا للمهندس اللي بنى الكنيسة دي برضو كنائس تانية في موسكو تم تأسيسها بعد تاريخ تأسيس الكنيسة كاتدرائية القديس باسيلي. ده كلام الناس كانوا بيقعدوا على المصطبة زمان في الصيف في موسكو يألفوا الكلام ده، ليس له اي اساس من الصحة يا جماعة، وما تصدقوش الكلام اللي بيتقال ده خالص. لو بصينا يا جماعة على المبنى اللي موجود ورايا ده، ربما في ناس مننا تفتكروا ان هو قصر، والناس تانية ممكن تفتكروا متحف، ولكن يا صديقي ده ولا قصر ولا متحف، ده أكبر وأفخم مول فيك يا موسكو، اسمه جوم مول. هنا توجد الماركات العالمية يا جماعة. لو أنت بتفكر تدخل تشتري حاجة من هنا خلي معاك حوالي $1,000,000، لأن الحاجات اللي هنا هتبهرك وغالية جدا. هنا عند المدخل الرئيسي للمول يا جماعة هنلاقي مكتوب 1890 1893، يعني استغرق بناء المول ده يا جماعة 3 سنين.
بالمناسبة يا جماعة أنا سمعت إن هنا بيقولوا إن ألذ آيس كريم موجود هنا في المول، فأنا النهاردة هجرب الآيس كريم ده وهنشوف هل فعلا هنا ألذ آيس كريم موجود ولا ده كلام بتوع ناس بتوع فود بلوجرز عايزين ياكلوا عيش وأنا أكون ضيعت فلوسي على الفاضي. نشتري دلوقتي الآيس كريم يا جماعة نشوف فعلا طعمه حلو ولا لأ. أما نشوف. Спасибо большое. Айс крим. لا هو حلو يعني المال اللي طلع مال حلال يا جماعه الحمد لله. لا هو حلو حتى لو مش حلو هكملها يعني. انتوا فاكرين انا هدفع فيها 150 روبل؟ وبالمناسبه يا جماعه نسيت اقول لكم على حاجه مهمه خالص. هنا في المول ممكن تلاقوا شويه منتجات وحاجات منتجات غذائيه غريبه جدا بجد. الناس هنا على الله حكايتها. تعالوا نوريكم هنا بيبيعوا ايه، خليكم معايا. لقيت في روسيا لحم الدبدوب، لحم الحصان، لحم الغزلان، لحم الخرفان، لحم الفئران، لحم البط. يا جماعه حد يعرف اسم الحيوان ده ايه؟ اللي يعرف اسم الحيوان ده يا ريت يقول لي. ده تقريبا لحم فئران. انا واقف دلوقتي يا جماعه من قدام احد البازارات في منطقه الساحه الحمراء. تعالوا نشوف جوه البازار ده هنلاقي ايه. هنا في الاماكن دي يا جماعه بنلاقي كل الهدايا والتحف والسوفونير الروسيه، وطبعا في كل حته هنلاقي الماتريوشكا اللي هي بتعتبر رمز من رموز روسيا. دي لو فتحنا كل واحده هنلاقي جواها ماتريوشكا صغيره. جات لي دعوه مجانيه ان انا اقضي في الاوتيل الجميل ده 3 ايام مجانا. لو انت حابب تعرف ازاي تحصل على دعوة مجانية في أحد الفنادق اكتب لي في الكومنتات أو ممكن تكتب لي على صفحة الفيسبوك وأنا هرد على كل الرسائل إن شاء الله. بنشوف هنا يا جماعة أول لما بندخل الفندق شوية هدايا وسوفونير روسية، شربات وحاجات جميلة. دي يا جماعة كنيسة القديس باسيل. وهنا هنلاقي عدد كبير من الماتريوشكا، ودي الهدية الأساسية اللي لازم تشتريها طالما انت جيت روسيا. شبكة المترو في موسكو يا جماعة من أكبر شبكات المترو في العالم. كل محطة فيها عبارة عن متحف مفتوح بيحكي قصة أو حدث من تاريخ روسيا. حقيقي أنا مش عارف دي محطة مترو ولا قصر. في محطة المترو دي يا جماعة بيبقى فيه تمثال لجندي من جنود الحرب العالمية وماسك كلب، وكل اللي رايح واللي جاي بيلمس مناخير الكلب اعتقادا منهم ان لما بيلمس مناخير الكلب ده اليوم بتاعه بيبقى يوم كويس، لو عنده امنية بتتحقق. عشان اوصل للمحطة اللي انا عايزها تقريبا انا غيرت 4 خطوط مترو عشان اوصل. لحد دلوقتي لسه ما وصلتش، يا رب اوصل. ومن المعالم السياحية الجميلة الهامة في العاصمة الروسية موسكو يا جماعة هي منطقة موسكو سيتي اللي فيها أكبر ناطحات سحاب في أوروبا، وطولها بيبلغ فوق 343 متر. هحاول أجيبها لكم الكاميرا مع بعض، خليكم معايا. هي دي يا جماعة. ومن هنا يا جماعة تكون انتهت رحلتنا في موسكو. يا رب تكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا اللايك والشير وسبسكرايب للقناة. اشوفكم في الرحلات الجاية. مع السلامة.